وبدأ الطبيب في فحص الجثمان، وبعد وقت قصير جدا اكتشفنا اللغز اللي الأم قالت عليه لما حكت لي. أول ما شفنا الحاجة اللي الأم قالت عليها بصينا لبعض باندهاش، لأنها حاجة فوق الخيال ومستحيل أي حد يصدقها. تعالوا نشوف الأم قالت إيه. أنا أم قمر. يوم ما ماتت قمر واتبلغت بوفاتها أنا كمان مت. أنا كنت بحب بنتي أكتر من نفسي، هي كانت كل حاجة ليا في الدنيا. ولما رحت جنازتها ما تقبلتش موضوع موتها ده أبدا، وكانت مشاعر الغضب من جوزها متغلبة على مشاعر الحزن عندي. لو ما كانتش اتجوزته كان زمانها لسه عايشة في حضني، كنت هحافظ عليها طول عمري، لولا تدخل الشيطان اللي اسمه علي، هو اللي دمر حياتنا وسرق بنتي مني. كنت قرفانة منه ومن الناس اللي متعاطفة معاه، كان بيمثل وهم كمان كانوا بيمثلوا، محدش كان زعلان على بنتي غيري أنا وبس. كمان كنت حاسة إن في حاجة غلط، بنتي كانت هادية وحريصة على نفسها، أكيد في حاجة غلط، بس هعرف منين إيه اللي حصل